انا طالعه حج. انت فاهمه انت بتقولي ايه؟ مساء الخير. النهارده هنتكلم عن فيلم 404. الفيلم انا لسه شايفه في السينما وكنت عايز اتكلم عليه لان هو من الافلام اللي انا اول ما شفتها حاسس ان عايز اتكلم مع ناس كتير قوي عنه، يعني مش مع اصحابي بس، عايز اتكلم مع كل الناس ونتناقش. الفيلم بطولة منى زكي، فراج، محمد ممدوح وخالد الصاوي. هو من اخراج هاني خليفه. هاني خليفه ليه فيلم مشهور قوي كان عامله زمان، سهر الليالي، وده من الكلاسيكس دلوقتي يعني، ومن الافلام اللي انا بحبها. ومن تاليف محمد رجاء. الفيلم لو انا هتكلم عليه لمده 10 دقائق فانا ممكن اتكلم على القصه لوحدها بس مثلا 8 9 دقائق من 10 دقائق دول. الفيلم بيخليك تسال نفسك اسئله كتير من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، انت عمال بتفكر. الفيلم اصلا بيدور حوالين غاده اللي هي بتقوم بدورها منى زكي. هي خلاص دلوقتي هي وباباها هيطلعوا رحله عمره، فكلها كام يوم وهيطلعوا رحله العمره لحد ما بيحصل حدث ما، مش هقوله طبعا عشان الحرق، بس بيخليها محتاجه لفلوس. فدلوقتي هي بتبقى مش عارفه هتعمل ايه، محتاره. هل هي هترجع في كلامها؟ طب مش هتطلع العمره؟ من الاعلان بيبان ان ماضي منى زكي مش الطف حاجه، هو كان ماضي كله زفت يعني ومش كويس. بس دلوقتي جات لها فرصه ان هي تغسل كل ده، ان هي تتخلى عن كل ده، ان هي ترجع لربنا. الفيلم بقى بيخليك تسأل، هل هي هتنجح؟ هل هي هتمشي اصلا في الموضوع؟ هل الظروف هتسيبها؟ هل اللي حواليها هيسيبوها؟ هل هي هتضعف؟ طب هل هي لو ضعفت اصلا انت هتقدر تلوم عليها؟ طب ما انت لو مكانها ممكن تضعف. هل الغاية بتبرر الوسيلة مثلا؟ بتستعري مني؟ طب هاتي فلوس وانت مش هتشوفي خلقتي تاني. الأسئلة دي من أول الفيلم لآخر الفيلم هي بتزيد مش بتقل، ودي من الحاجات القليلة إنها تحصل في فيلم عربي، ويمكن ما حصلتش من سنين إن أنا أبقى قاعد مندمج مستني أعرف. أنا كنت مندمج في الفيلم لدرجة إن في منى زكي كانت المفروض شخصية غادة بتعمل أو مش بتعمل، هو يعني في قرار هتاخده ما بانش إنها خدته أو لأ، وبعدها بكام مشهد اكتشفت انها خدت القرار. هو قرار وحش عموما يعني. انا لما شفت الفيلم وشفت المشهد ده انا نفسي حسيت اللي هو ليه انت عملتي كده؟ ده انا كنت خلاص مصدق ان انت بقيتي كويسه. هو ده مش سهل ان هو يحصل في فيلم. انا ليه اتاثر اصلا وانا قاعد في سينما والحوار ده عادي يعني؟ في فيلم مش لازم ابقى متاثر قوي كده، بس فعلا من المرات القليله اللي انا حسيت فيها ان انا متاثر بفيلم عربي، اللي هو انا جوه، انا مندمج معاهم، انا بشجع غاده، انا عايز غاده دي تبقى كويسه، عايزها تثبت على قرارها، مش عايزها تضعف. بس هي دي حلاوه الفيلم، ان هو بيخليك كل شويه تفتكر ان الشخصيات اللي قدامك بني ادمين، هما بيحاولوا وبيفشلوا، هما عايزين يبقوا احسن بس الظروف مش بتساعدهم. انا كنت قاعد مندمج في الفيلم بتفرج لحد ما في مشهد كده كان جه. ايه؟ انا كنت قاعد مندمج في الفيلم وبتفرج يعني، فكان في قرار المفروض منى زكي مش باين هي هتاخده او لا، هو قرار وحش. وبعدين المشهد قطع على كده، ما عرفناش هي عملته ولا لا. بعدها بكذا مشهد بيبان انها فعلا خدت القرار ده وان هي ضعفت. انا من كتر اندماجي في الفيلم وتاثري بالفيلم يعني اللي هو حسيت ان هي طب ليه؟ ما انت كنت كويسه، ايه اللي خلاكي تضعفي؟ ايه اللي خلاكي تيأسي؟ بس هو دي حلاوه الفيلم، ان هو بيفكرك ان دي كلها شخصيات بني ادمين احنا بنشوفهم في حياتنا واحنا زيهم. يعني انت بتحاول ان انت تبقى كويس وممكن عادي تضعف، تبقى وحش، تيأس، وبرضه بترجع تاني. المزيكا طبعا بتاعت سعاد بوشناق كانت حلوه جدا، وكانت اضافت يعني بعد شويه للفيلم. كنت عايز افضل مشغل شازم طول الفيلم اصلا عشان انا مبسوط بالمزيكا نفسها. المزيكا نفسها حلوه وجديده، وفي مشاهد يعني كانت هتبقى قليله قوي او مش هتحس بتاثيرها قوي من غير المزيكا بتاعت سعاد بوشناق. غدا، هو انت عايزاني اسلفك المبلغ؟ انت خربت بيتي، انا هطلق بسببك. ايه مش شغوري؟ في افلام وانا بتفرج عليها اول مره بحس ان هو الفيلم ده هيبقى كلاسيك، هيبقى من علامات السينما. قريب حسيت الموضوع ده مع
اوبنهايمر ومع كيلرز اوف فلاور مون. وزمان حسيته طبعا مع ابراهيم الابيض، يعني بيتهيألي كان اخر حاجه عربي حسيت ان انا وانا بتفرج عليه لاول مره الفيلم ده هنفضل نفتكره، الفيلم ده هنفضل نتكلم عليه سنين قدام. انا من المرات القليله ان انا حسيت فيها كده مع فيلم عربي كان مع الفيلم ده، مع رحله 404. حاسس ان ده قدام هيبقى فعلا من كلاسيكيات السينما، ان احنا هنتكلم عليه قدام قد ايه ان هو فيلم هيعلم وهيعيش وهيخلد القصه وحلاوه القصه نفسها، ان قد ايه هي فعلا كانت حلوه. كل ده طبعا كان مش هيحصل من غير واحد زي هاني خليفه. هاني خليفه بصراحه كان مبدع في الفيلم بتاع رحله 404. طبعا في الاخر بقى عشان الحلو بيكسب في الاخر، فنتكلم بقى عن منى زكي. انا من ساعه ما شفت منى زكي من الاول خالص، يمكن شفتها وانا صغير شويه في اضحك الصوره تطلع حلوه لما كنت صغير يعني. مفيش حد قدر يكسبها في مشهد تمثيل غير ممكن احمد زكي وطبعا نور الشريف. لحد النهارده شفتها في افلام، شفتها في مسلسلات، هي بتدخل كسبانه اي مشهد مهما كان مين اللي بيمثل قدامها. في الفيلم ده هي بتدخل مشاهد تقيله قدام ناس تقيله طبعا زي فراج وزي محمد ممدوح وزي خالد الصقر، ومع ان مشاهدهم كانت قليله يعني بس هي كانت كسبانه في كل المشاهد. يعني يمكن عندي رأي غريب شوية في التمثيل، اللي هو الناس بتبالغ في تقدير الانفعالات اللي على الوش، ان هو قد ايه الراجل ده بيمثل بوشه، فانت ممثل عبقري، انت خليتنا نعيط، انت خليتنا نتأثر، انت خليتنا نضحك، انت خليتنا نفرح. كل الحاجات دي انا بحس الحاجات دي مبالغ فيها شوية، لان الاطفال بيعرفوا يمثلوا وبيعرفوا يمثلوا بوشهم، بس اللي بحسه صعب التمثيل بالصوت، الخنقة اللي في الصوت، الانبساط والفرحة والامل اللي بيبقى في الصوت، ده كله صعب. اللي انت بتقول لا الخنقه اللي في الصوت دي هو بيعملها حلو قوي. انا عايز اسمعك تراك، هبقى اسمعه لك اول ما اخلص. انا مش بتاع الحلو في قصه حب بتحكي، الحلو في قصه حب بيموت. الحلو في قصه بتحكي حب بيموت. ما بحبش تايتانيك صراحه. في حد ما بيحبش تايتانيك؟ ايه الحلو في فيلم بيحكي قصه حب بتموت؟ يا نهار اسود وهو بيقولها لما شال ابنه قعد يعيط. شفته بتاع جراند اوتيل. ده شال دينا الشربيني وشال ابنه. طب ورقه اتكلم كلمه؟ انا كنت عيط. هو اتكلم كلمه؟ طب انت تعرف القصه ايه اصلا؟ ما تعرفش بس هتعيط. هل ده معناه ان منى زكي عملت جزء الصوت وما عملتش جزء الانفعالات اللي في الوش؟ لا طبعا، منى زكي عملت الاثنين كالعاده وبجداره وكانت الاحسن. يعني حاسس انا زهقت اصلا لما انا باجي اتكلم عن منى زكي مع اي حد او حتى مع نفسي، ان قد ايه هي تقريبا هي احسن واحده وبفرق كبير قوي كمان. انا في مشكله كبيره على فكره وتعبانه قوي. منى زكي كانت عملت كل حاجه شويه وكانت هتخلي الطرحه اللي هي لابساها تمثل. يمكن حته ان هي اللي بتدخل ماتشات تكسبها دي فكرني شويه بمسلسل كنت دايما ببقى ارشحه للناس اللي حواليا، يعني اللي هو افراح القبه. افراح القبه ده من المسلسلات اللي مش متقدره في مصر. يمكن الناس دايما بتتكلم على عائله الحاج متولي، حديث الصباح والمساء، هذا المساء، جراند اوتيل. وافراح القبه كان نازل في الفتره بتاعت تقريبا جراند اوتيل او هذا المساء، كان قريب منه. الفكره ان منى زكي كانت في المسلسل ده ساعتها، يعني انا بس هاخد حته كده، لان المسلسل ده لو اي حد عايز يشوف مسلسل مصري محترم وتحفه وعبقري في كل حاجه، هو المسلسل ده. هي كانت مع اياد نصار، واياد نصار ساعتها ما كانش اجمد واحد في مصر، بس هو كان ممثل عبقري، كان عامل اداء تحفه ومن احلى اداءاته، وكانت برضو بتكسب. كانت بتطلع قدام جمال سليمان وبرضو بتكسبه، كانت علوش برضو بتكسبها، رانيا يوسف برضو بتكسبها. فهي كانت دايما بتبقى احسن من الناس دي في المشاهد في التمثيل. هي دايما اعلى. انت بتحس ان انت بتتفرج على ماتش بوكس محترم جدا بين اتنين تقال، بس دايما في اخر المشهد هتلاقي منى زكي بتدي الضربه القاضيه، هتلاقيها بتقول جمله كده بطريقه معينه او باحساس معين خلصت المشهد. فيلم عظيم زي ده انا لحد دلوقتي مش عارف هو ازاي كان بيتقال عليه ان هو يتاجل لمده سنين، وان قد ايه المنتج والمخرج تعبوا عشان يطلعوه للنور. وده هيخليني اعمل حاجه، يعني اشكر واحد هو دايما الرجل اللي ورا المشاريع اللي بتتاخر في الاخر بتطلع انها حلوه. هو يعني انا عايز اقول عليه الحريف اللي دايما بيلعب مع الخسران، محمد حفظي. محمد حفظي من زمان بينتج حاجات ما حدش بيركز معاها،
بس هي فعلا منتج محترم جدا، وعنده شركة من زمان بتساعد الناس انها تطلع للنور وان هي تعمل افلام فعلا هتعيش. بس طبعا مفيش فيلم من غير عيوب، وفي كام عيب بس بسيط يعني اللي لاحظتهم في الفيلم. اول عيب هي قاعدة شو دونت تيل. دي قاعدة معروفة شوية للناس اللي بتكتب او الناس اللي بتحب الكتابة. انت دلوقتي بتوريني فيلم، فما تقعدش تحكي كتير او ما تعرفنيش حاجات من غير ما توريها لي. يعني انت عايز تعرفني الشخصيه ديت خلفيتها ايه، ما تحكيش، وريني المشاهد. يمكن محمد رجاء كان عارف يعمل الموضوع ده شويه حتى بان هو يحكي، وكانت بتبان في جمل بسيطه قوي في مشاهد انفعاليه بين شخصيتين او بين 3، فبنعرف الباك ستوري بين الناس ديت وتمام حلو. بس الكرار كتير قوي شويه كمان، وفي اوقات وريني حتى لو انت اللي بتحكي قاسي شويه، وريهوني المشهد. لما هشوفه المشهد هتأثر أكتر، هتعاطف أكتر، هركز أكتر. فيمكن دي من الحاجات اللي كانت بتعيب شوية محمد رجاء في كتابة السيناريو. أنا مسلسلات الأول بس شفت له حتة كده مسلسل كان عامل اتفرج عليه لما شال ابنه قعد يعيط. شفته بتاع جراند اوتيل. ده شال دينا الشربيني وشال ابنه. طب مرعب. اتكلم كلمة؟ أنا كنت عيط. هو اتكلم كلمة؟ طب أنت تعرف القصة إيه أصلا؟ ما تعرفش، بس هتعيط. تاني حاجة محمد ممدوح وفراج وخالد الصاوي، انا داخل عايز اتفرج عليهم، عايز اشوفهم، عايز اشوف هيعملوا ايه مع منى زكي، القصه بتاعتهم، شخصياتهم. بس المشكله ان كل ده يعني هي منى زكي البطله، بس المفروض دول معاهم، يعني دول المفروض هيساعدوا. فين بقى كل ده؟ مش موجود. كل واحد طالع بمشهد او 2 أو 3 بالكتير، ليهم تاثير في القصه اكيد. يمكن ما عدا شخصيه خالد الصاوي شويه ملهاش تاثير قوي، بس هم فين بقى؟ انا عايز اتفرج عليهم. انا داخل الفيلم عايز اتفرج، عايز اشوف تفاعلاتهم مع منى زكي هتبقى عامله ازاي. ما كانش موجود. تالت حاجه ما فهمتش، هو الفيلم خلص ولا ما خلصش ولا ايه اللي حصل؟ هو الفيلم لما خلص عند حاجه معينه، طبعا مش هقول نهايته يعني، بس هو الفيلم كان طول الوقت ups and downs. فانت المفروض لما هتعرض الاب او الداون اللي في اخر الفيلم تحددها او تقول لي هي دي النهايه، هو ده اخره. ده ما حصلش قوي، ما حسيتش ان في نهايه قاطعه. ممكن العيوب دي تكون نتيجه المشاكل الانتاجيه، يعني اللي هو ما ظهروش كتير، ما صورناش مشاهد كتير عشان تحكي الباك ستوري، النهايه نفسها فيها لخبطه شويه. ممكن تكون عشان المشاكل الانتاجيه اللي بيتقال ان الفيلم واجهها يعني. بس هو الفكره برضو انا جاي قاطع تذكره، انا معاك 2 3 طالما الفيلم حلو. في مقوله كده مش عارف تقريبا كان اللي بيقولها سكورسيزي ولا مين، اللي هو مفيش فيلم حلو طويل كفايه، ومفيش فيلم وحش قصير كفايه. يعني لو الفيلم حلو اقعد معاك 3 ساعات، اقعد 4 ساعات، زي ما في افلام كتير بتعمل. فانت الفيلم بتاعك حلو، ما تقعدني معاك، ما تخليني معاك في القصه للاخر، ولما تيجي تقفل اقفلها بطريقه تبقى كويسه او ترضيني في الاخر. بس ودي نهايه الكلام يعني عن الفيلم. لو الفيلم عجبك قول لي رايك في الكومنتات، ولو الفيديو اللي انا بعمله دلوقتي عجبك برضو قول لي رايك. حابب نتكلم في حاجه تانية، ويلا باي باي.